جمهور الزمالك من فضلكم بلاش نقف كتير عند الفابريكا الإعلامية، يا ولد، خاصة بمشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، لأن ده أمر محسوم وإحنا عندنا إدارة محترفة. هي الظروف، مفيش فلوس بس بس صح، ايوه، بس ماليش دعوه بيا. عارفة إزاي تحل الأزمة بإذن الله، وقبل 30 يونيو هتكون كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالملف ده انتهت تماما، يا ولد، وإحنا عندنا طموحات أكبر من كده بكتير قوي ايه يا بنتي، ايه يا ولد. في النسخة اللي جاية من البطولة، وبالتوفيق لحضرتك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. حاسس ان انا قاعد مع نادي سموحه. رغم إنك فزت بالدوري السنة اللي قبلها مثلا، ما شفناش ردود الأفعال العالمية. ايه يا بنتي، احنا هنهرج؟ ده لو عاوز تتكلم على الشعبية يقول لك كده شعبية إلهية. الحمد لله. أنت متضايق ليه؟ يا ارض تهدي. أنت شفت الدخلة 360 درجة اللي كانت في نهائي الكونفدرالية؟ امال انت اسمك ايه على الفيس؟ طب أنت شفت أكبر أندية العالم وهي بتغني سمعنا يا عم الحدوتة؟ سمعنا يا عم الإضحوكة. باريس سان جيرمان. أصل في ناس زعلت لما نزلنا بوست وقلنا إن نادي الزمالك بيمشي على خطى باريس سان جيرمان، عشان كده القرد بيحن للجبلايه. وباريس سان جيرمان ماشي على خطى نادي الزمالك. إحنا بنبارك لهم وهم بيباركوا لنا. إحنا بقينا أصحاب يا جماعة ولا إيه؟ ايه؟ اصل ده قرار دولي. قامت هي بقى جايه تقف لنا هنا بقى.